السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا معاكم اكلات شيف الاسكندراني. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. بصوا يا حلوين، النهارده بقى معانا فخده ضاني. احنا عملنا عليها برومو عشان ما تقولوش ان انا داخله كده على طول. هتشوفوها ان شاء الله تعجبكم قوي. بصوا بقى، تعالوا بقى لما اقول لكم احنا هنعمل ايه. خشي معايا كده. معانا شويه بهارات خفيفه جدا، اللي هي ايه؟ ملح، فلفل اسمر، معانا بابريكا حمراء. دي بقى الاتنين على بعض دول بهار اللحمه. وفي ورق اللورا مطحون، وده حبهان بس، يعني حاجه خفيفه كده وبسيطه. تمام. ومعانا شويه خضار، يعني بوكيه جرنيه كده. ومعانا بقى فصوص الثوم علشان احنا هنطعمها، بس احنا عايزين طعم اللحمه بتاعنا يبان. يعني ايه طعم اللحمه بتاعنا يبان؟ يعني مش عايزين بهارات كتيره، مش عايزين الطعم يتغير، لان دي لحمه ضاني، فاهمني؟ وبعدين دي ايه، فخده، يعني مش قادره اقول لكم الجمال. هنعمل بقى ده خلطبيطه كده على بعضه. شايفين؟ عارفين الخلطبيطه بالصلصه؟ شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم بقى الريحه لما اندمجت على بعضها حاجه كده تحفه جدا. معايا فصوص ثوم. هتعملي ايه بفصوص الثوم؟ هقول بسم الله. مكان السكينه كده ما انا فاتحاها هقوم حاطه فص الثوم، اروح الناحيه التانية عشوائي، مش لازم كل سنتي مثلا، لا لا لا، بس تتاكدي ان فص الثوم دخل جوه اللحمه، علشان مش مع السوا يقوم خارج بره، لا تتاكدي يعني. بصوا، قومي حاطه فص الثوم كده. بصي قربي كده يا سمسم، بصي شايفين؟ اتاكدنا ان هو دخل جوه مش باين. شايفين الاماكن دي؟ شايفين دول؟ شايفين دول؟ هو كده. تعالوا بقى نعمل هنا ايه، هنا كمان. بصوا، عايزه اقول لكم ان الثوم ده بيدي نكهه خطيره، نكهه ما شاء الله ما شاء الله يعني. بصوا الجمال، شايفين؟ انا طبعا هتبلها ومش هتشوفوا شكلها غير على ترابيزه السفره. تمام. انا هعملها قبليها بالليل، تاني يوم الصبح ان شاء الله هدخلها الفرن في الكيس الحراري. طبعا الكيس الحراري اللي هو ده بردك، عشان تبقوا عارفين الكيس الحراري دي مش هتاخد معانا وقت ان شاء الله. بصوا، بصوا حبايبي كده بقى، احنا عملنا كل حاجه بالثوم اهي ما شاء الله، كله ما سيبناش اي حاجه. هعمل ايه؟ بصوا انا معايا الصوصات دي كلها. معانا دبس الرمان، معانا صوص الباربيكيو، احنا معانا حطيناه باودر، ومعانا صويا صوص. تمام. انا ممكن اعمل ايه يعني؟ بصوا هعمل نقطتين كده عشان اخد بس اللون. الصوصات دي جميله جدا قوي 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 مع اللحمه، مش قادره اقول لكم صراحه. تمام. دبس الرمان ده بقى بيدينا مزازه جميله قوي. هناخد بقى شويه بهارات بتاعتنا حلوه كده، نخلي بقيه البهارات للجزء التاني. طبعا عايزه تلبسي كلابس زي ما انت عايزه. انا بقى ايه، انا بشتغل لبيتي، فانا حره بقى مع بيتي ومع اولادي ومع مامي ومع بابي ومع جوزي ومع اخواتي. انتوا حرين بقى بردك مع ايه، مع امهاتكم وبابهاتكم واجوازاتكم واولاداتكم زي ما انتوا عايزين. مش قادره اقول لكم الريحه خطيره جدا. طبعا بقى انا مرضتش اشيل الايه سوسو، الدهون دي. عارفين ليه؟ هتحميلي الفخده من الفرن، وفي نفس الوقت هتطري لي حته اللحمه بتاعتي، لان احنا بنبقى عارفين ان اللحمه بتاعتنا دي بتبقى ايه، بتبقى ضعيفه شويه يعني ناعمه. دي انا حته في الخروف، واحلى حته في الخروف صراحه، احنا بنحبوها قوي. وكمان اصلا إيه، لما الدهون دي هتسلى، يعني ايه هتسلى؟ يعني هتسيح،
هتبقى حلوه قوي قوي قوي. الملح يا شوشو، حط بس شويه ملح كمان. انتوا شايفين بقى ده ايه؟ ده انا هاخده كده على البوكيه جارني بتاعي ده كده، وهعمل ايه؟ شايفين حته الحته دي؟ هتعملي ايه بقى يا سوسو؟ تعالوا معايا كده، تعالي لي. هعمل كده، ثواني. انا ايه طبعا عامله الرخامه بتاعتي، مش هحط بقى ولا سمنه بلدي ولا شويه زيت، دوت مفيش بعديه ولا قبليه، مع شويه رز ابيض خضار كده سوتيه، بس مش قادره اوصفها بصراحه. شايفين؟ والله ما محتاج كلمه. وكمان الجزر بتاعنا، احنا ليه بنقطع الحاجات دي كبيره؟ علشان اللحمه بتقعد وقت في الفرن، واحنا عارفين ان الخضار مش بياخد سوا. عايزه اقولك الخضار ده بقى بيتاكل بالشوكه كده مع الصوص اللي نازل من اللحمه بشويه الرز، مفيش بعديها صراحه. بس هتعملي ايه يا سوسو؟ هاخد الكيس الحراري ده بقى، بس انا عايزه اغسل ايدي الاول عشان ما ابوظش الكيس. بس انا هحط رشه ملح كده فوق الوش، اعمل كده برضو رشه ملح كده، وكمان رشه ملح على الخضار بتاعي عشان يبقى مطعم. هتعملي ايه يا سوسو؟ هقولك دلوقتي هعمل ايه. هغسل ايدي واجي وهوريكي هحطهم في الكيس ازاي. بصوا حبايبي، اديني دخلتها في قلب الكيس اهو. واخد بقى البوكيه بتاعي ده، اقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هسيبها كده زي ما هي. خضار تحت وكل حاجه. انا هقلب بس شويه بطاطس كده. بصوا، عايزه اقول لكم الريحه بجد جميله قوي قوي، حلوه جدا ما شاء الله اللهم بارك يعني. بصوا بس كده بقى التتبيله بتاعتنا خلصت. كده الفرده بتاعتنا ده الشكل النهائي ليها بعد ما اتبلت معانا، ولما تدخل الفرن وتتحط على السفره هتبقى اجمل واجمل واجمل مع صوص الاسكندراني. انتظروني، باي باي.